فيوحي الله تعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وما فيها أسفل منه وبينه وبينهم الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قولهم: أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فسلوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجمعون على كلمة رضينا عنك فارض عنا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. هذا مما ثبت في وجوه عديدة فيما أعده الله كرامة لعباده وأوليائه المؤمنين في الجنان، أن الله يتحنن إليهم مرة بعد مرة ويسبغ عليهم من نعمه وإفضاله وإكرامه مرات بعد مرات، ولا غرو، فهو كريم سبحانه. وهؤلاء عبدوه ووحدوه في الدنيا وصبروا على ذلك حتى لقوه، فلهذا نعيم الله نعيم لا ينفذ ولا ينفد، متصل يستحقه أولياؤه برحمة ربهم بهم ورضوانه عليهم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. قال: فيجمعون على كلمة رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله في قولهم: أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي فهذا يوم المزيد فسلوني. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربي وجهك ربي وجهك أرنا ننظر إليك. قال: فيكشف الله تعالى تلك الحجب. قال: ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيوا من غشيهم من نوره. نعم. قال: غشيهم يعني عمهم من نور وجهه، ولهذا رؤية الله في الدنيا غير ممكنة.